الدركسيون بتاع العربية دي أو الدركسيون بتاع أي عربية بيبقى عبارة عن 3 لفات، لفة ونص ناحية اليمين ولفة ونص ناحية الشمال. يعني أنا دلوقتي جيت ركبت العربية دي ومش عارف العجل مظبوط ولا لأ، فبلاقي إن في ناس بيقوموا جايين فاتحين الباب وينزل يبص على العجل عشان يشوف هو مظبوط ولا لأ. فأنا دلوقتي هاجي أقول لك طريقة تانية تعرف برضو فيها العجل مظبوط ولا لأ. هتمسك الدركسيون بتاع العربية وتبدأ إن أنت تلفه يمين للآخر، أدي لفة وادي نص. هل في تاني؟ لا مفيش تاني. يبقى انا لو عايز اعدله هرجعه قد ايه؟ لفه ونص. هرجع دي كده ادي كده النص لفه، وارجع كمان لفه كامله. يبقى دلوقتي العجل بقى ستريت. طيب لو لفينا ناحيه الشمال هيروح قد ايه؟ برضه لفه ونص. فانا جيت كده لفيت ادي لفه كامله اهي، وادي كمان نص لفه. هل في تاني؟ لا ما بقاش في تاني. يبقى انا عايز ارجع اعدله تاني، هبدا ارجع ادي النص وادي لفه كمان كامله. يبقى كده العجل بقى ستريت. فلما اجي انزل دلوقتي وابص على العجل بتاع العربيه هلاقي ان العجل بقى ستريت في نفس اتجاه العربيه بتاعتي.